قرية حاج بليج قرية كردية تتبع لمحافظة حلب منطقة الباب، حيث تبعد عن حلب شمالا 39 كيلومتر وعن منطقة الباب شمالا 12 كيلومتر. من عشائرها كيتكان وديدان، وهنالك عائلة من عشيرة شيخان الكردية، وأيضا هنالك عائلة عربية. تعتبر القرية كمزرعة لقريتين هما سوسنباط ونعمان. الأهالي جميعا يتكلمون اللغة الكردية، حتى العائلة العربية أيضا تتكلم باللغة الكردية. العوائل الموجودة في القرية: عائلة حاج بليج، عائلة عبد الرزاق الحجي، عائلة سطوف الجعفر العربية لها التحية، عائلة شعبان الحنش، عائلة حمدوك، عائلة هرطو، وعائلة مسلم، وعائلة بوزان. لجميع هذه العوائل التحية والاحترام. عدد سكانها حوالي 500 شخص، ومساحتها حوالي 800 هكتار. تقع القرية بين حدود قريتين سوسنباط ونعمان، ويمر بها الطريق العام بين الراعي والباب. تحدها من الغرب قرية نعمان، ومن الشرق قرية سوسنباط، ومن الشمال قرية البطال، ومن الجنوب قرية الحدث، وجميع هذه القرى كردية. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون، وأكثر من ثلثي مساحة القرية مزروعة بكروم الزيتون الخلخالي والتين والعنب وأشجار الجوز والرمان. أيضا يقومون بزراعة الخضروات الصيفية. أغلب سكانها يعملون في مجال حفر الآبار، وتوجد في القرية مناشر حجر ومعصرة زيت الزيتون. المعلومة هذه من السيد محمد الأحمد، وهو أحد أبناء المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي منطقة درباسية. كل التحية لأهالي قرية حاج بليج.